السلام صحباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا فيديو ديال اليوم. انا لمياء وهذه قناتي لام بيوتي اي تيتري. فرحانه نتلاقاكم فيديو جديد، واليوم جيت لكم بواحد الريفيو على ميكسا بيبي اس بي اف 50. دونك واحد الريفيو اللي مهم بزاف، خصوصا في هذا الصيف الحر بزاف ولا كلشي كيتشكى من الاسمرار والتسبغات. غادي نهضر على واقي الشمس ديال ميكسا اس بي اف 50 اللي جربته شخصيا، ماشي اول مره كنجربو. غادي نشارك معكم كلشي عليه، المميزات، العيوب، واش كيناسب كل انواع البشره، والاهم من هادشي واش فعلا كيحمي من الاسمرار، واش الثمن ديالو مناسب مقارنه بالكميه. دونك نبدا لكم اول حاجه اللي هي ميكسا هي واحد الشركه فرنسيه متخصصه في البشره الحساسه، وهذا النوع ديال الواقيات الشمس جاب تركيبه بدون عطر، يعني ما فيهاش الريحه، وهذه نقطه مهمه بزاف للناس اللي عندهم حساسيه من الروائح او البشره ديالهم كتهيج بسرعه. تاني حاجه اليوتيوب كيجي كبير بزاف، دونك فيه 200 مل، يعني كميه محترمه بزاف مقارنه مع الكريمات الاخرى اللي فيهم غير 50 او 100 مل. اهم حاجه فيه الاس بي اف 50، يعني حمايه عاليه ضد الشمس، خصوصا فيه اليو في اي واليو في بي، واللي كيكونوا السبب الرئيسي في الاسمرار والتجاعيد والتصبغات. بالنسبه للمميزات ديالو اللي كيبانوا لي انا مهمين، اول حاجه كيجيني اقتصادي بزاف، راه تقريبا بنص الثمن مقارنه مع الماركات الاخرى، والكميه كبيره كتخليوه يدوم معاكم بزاف ديال الوقت، حتى الا كنتي كتستعمليه يوميا. ويقدروا يستعملوه معاك حتى افراد الاسره، يعني شخص اخر بغى يستعمل معاك يقدر يستعمل، لان الكميه فريمون محترمه جدا. تاني حاجه كيحمي مزيان من الاستمرار، لانه فيه واحد الفلتر اللي قوي ضد اليو في اي، وهذا النوع من الاشعه هو اللي كيسبب الاستمرار العميق، ماشي غير الحريق داك الحريق اللي كيكون سطحي. دونك كيحمي بعمق. ثالث حاجه هو كيجي بدون عطر، يعني مثالي للبشره الحساسه وما كيتهيش الجلد. نقدر نقول لكم ماشي ما كتشموش الريحه كاع، مي خفيفه خفيفه خفيفه، ما كتخنق لكمش كاع البشره ديالكم، فيه واحد الشوي كيكه. بالنسبه للقوام ديالو كيجي خفيف، كيتدهن بسهوله، كتمسطوا للجلد ولا كتمسوا البشره بسرعه، وما كيخليش واحد الطبقه لاصقه ولا بيضاء بحال بعض الكريمات، يعني غتصبري عليه واحد شويه يشربوا شويه البشره، وتقدري ديري فوق منه كريم او ميكاب اللي بغيتي. يعني مقارنه بكريمات اخرين فهو كتمسطوا البشره بسرعه. اخر حاجه ما فيش البارابين، ما فيش الكحول، وهذه نقطه كتحتسب ليه، خصوصا الناس اللي كيبغوا المنتوجات اللي طبيعيه ولا اللي عندهم مشاكل جلديه. انا شخصيا استعملته يعني سنين ومن، يعني ماشي اول مره غنهضر عليه، راه هذه الثانيه من مره كنهضر عليه صراحه، حيت كيعجبني بزاف. يعني الا كنتو كتخرجوا بزاف للبحر ولا كتعرضوا للشمس بزاف كنصحكم انكم تاخذوه. بالنسبه ليا انا لاحظت بلي البشره ديالي كتبقى في نفس اللون، ما كتحرقش ما كتسمرش، رغم انني كنتعرض للشمس بزاف. الناس اللي كيتعرضوا للشمس بزاف بقاو تعاودوا في النهار ديالكم، ما تملوش، عاودوه ماشي مشكل. واخا هما كاتبين فيه انه مضاد للماء، ولكن انا كنصحكم انكم تعاودوا بزاف باش تبقاو محافظين على الوقايه ديالكم من الشمس. بالنسبه للعيوب ضروري غيكونوا عيوب ماشي مثالي 100%. عندي عليه واحد الملاحظه، يعني الا كانت الحراره بزاف وكان شي نهار اللي مطمطم مزيان كيولي كيبان مدهن، وجهك كيولي كيبري، خصوصا الا كانت البشره ديالك دهنيه. ولكن هادشي ممكن تحكمي فيه، يقدر تمسحيه شويه وديري شي بودر من فوق منه، يعني تقدري تعالجي هذا المشكل. ما بين الحوايج اللي غادي تسولوني في لي كومونتير وانا عارفاكم مزيان هو كيفاش نستعملوا هذا الواقي الشمس هذا. اولا خاصكم ديروه قبل ما تخرجوا
بشروا ربع ساعة من قبل ما تعرضوا للشمس باش هكذا تشربوا البشرة ديالكم وتكونوا متأكدين انه بدا المفعول ديالو. عاودوا كل ساعتين حتى 3 سوايع، خصوصا الا كنتو كتعرقوا بزاف ولا كتعرضوا للشمس بزاف ولا مثلا كاينين في البحر ولا كتعوموا. ما تنساوش ديروه في لوكو ديالكم، ديروه في العنق ديالكم، في يديكم وحتى فوق ودنيكم الا كانوا كتعرضوا للشمس. هاد المناطق ما تنساوهمش بزاف. وهذا هو الرأي ديالي عليه صراحه. انا شخصيا كيعجبني كنستعملو من مره ما جوج، نصحت به صحاباتي نتوما كيستعملوه وكيجيني انه زوين بزاف، خصوصا اللي كانوا غيستعملوه بزاف ديال الناس في هكا، ناس كبار وناس صغار، خصوصا في البحر كيبقى اقتصادي وزوين وفاعل وتيخلي البشره مرطبه وبيان ادغاتي. هذا كان رأيي بصراحه في هذا الواقي الشمس. هذا كيجيني فعال، ما كيسمرش، اقتصادي وما فيهش الريحه. هو واحد من افضل الاختيارات اللي جربت صراحه، مناسب للطلبه ولا الطالبات والامهات وحتى الناس اللي كيمشيو للبحر بزاف كما قلت لكم وما بغاوش يخسروا بزاف ديال الفلوس في الماركات اللي غاليه بلا فائده. ايوا هذا هو الاخر ديال الفيديو. الى عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه وتخلوا لي تعليق شنو هو احسن واقي شمس جربتو، شنو كتفضلوا، واش واقي شمس بالعطر ولا بلا عطر. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، وتهلاو ليا فرحتكم.